سوشي جدا يا جماعه. يا جماعه مفكروني اعمل لكم فلوج على روتين شعر. اعمل لكم روتين شعر. جماعة ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. بعيدا عن صوتي الممزوج بالتعب والبرد، اعتقد انكم دخلتوا في الفلوج الاكثر عشوائية على يوتيوب، ولكن بصراحة كل لحظة فيه تستاهل انها تتسجل بالنسبة لي. النهاردة السبت، عليا 3 محاضرات، ولكن المحاضرة اللي في النص اتلغت، فكان في 3 ساعات في النص. وأز يوجوال بنقول ال3 ساعات هنذاكر فيهم، ولكن زي ما انتوا شايفين الحجة المرة دي اللي فاطمة كانت جايبة موبايل جديد، وقعدت انا وهي نتعرف عليه ونتصور ونجرب الكاميرا ونعمل حاجات كتير. تعملي ايه يا امين؟ رحلة البحث عن نجيب حاجة مش خلاص بقى. لا ما لازم. ده ايه ده؟ سبيرو سبوت. حاسة ان ماري معانا. لا بس هو لوكس ماري معانا. معانا. لا ماري معانا، لوكس مش معانا يا سارة. مين قالك؟ انا هجيب دول. مين قالك بجد؟ مش معانا. انت بتهزري. يس مش معانا، ما بهزرش. لوكس معانا. هاتوا منا طيب. ده فيديو اصلا. يا منى تعالى جوه. تعالى جوه. ده فيديو. انت بقى يعمل جماعة تعالي اروح بقى تيم مشروع التخرج بتاعي. انا مرعوبه. خليها على الله. خليها على الله. طب ليه خليها على الله؟ عشان احنا انا كلنا على الله. ولا ابعث يا جدعان مش لاقيه اي بحث. جماعه ما عندها سؤال معانا. انا سميرة موسى. ايدي ما لقيناش علاج للزهايمر، فزينب بقى الدكتوره قالت لها لقينا علاج للزهايمر. بس انا جيلاتينا هتعمل لنا كل الماسكات اللي ممكن نحطها في حياتنا. البحث بتاعي عن الجيلاتين، ازاي استخرج من السمك جيلاتين وكولاجين. رجل الفراخ راحت فين؟ رجل الفراخ. ازاي نعمل من رجل الفراخ نجيب منها جيلاتين ونعمل بيه ستابلايزر للايس كريم. الله. بس انتوا متخيلين؟ خلاص انا قلت الكلمتين دول متخيلين؟ ما تتخرجش. قرف رجل الفراخ. انا مش هتعرف. عارفه ايه؟ بنوم خليها على كده اهو. عايزين اعرف لما حد يروح عامل كده اهو. خليها على الله. ازيكم؟ السلام عليكم. انا وزينب بعد ما خلص. يا جماعه انا لقيت حلقه بنزين، فانا فرحانه جدا ان الموضوع بتاعي فيه حلقه بنزين. ده عندي بالدنيا وما فيها والله الحمد لله. انا ما لقيتش. قاعده عماله قاعده عماله اكرب وعماله زعلانه ان انا مش لاقيه موضوع. انا مش لاقيه موضوع. بقول لها ما لقيتوش علاج. انا عارفه بجد ما فيش علاج، بس ما هتعملي ملوش علاج. طب يا دكتور انا هعمل ايه؟ المشروع بتاعي عن ايه طيب؟ المهم احنا تمام. واللي بسطني بقى ايه؟ ايه اللي بسطني؟ ان الدكتور ادتني ازازه ميه معدنيه وانا قاعده. دي لقيتني عايزه اشرب، فراحت قالت لي اتفضلي، وانا خارجه قالت لي لا دي خلاص ليكي وما اعرفش ايه. انت ازاي كده؟ يلا زين يلا زين. باي. حلوه قوي. وده يعني قيمه العبط. يا جماعه احنا بنضيع وقت فوق الوقت والله العظيم. والله اقسم بالله خليني جايزة نوبل هنا لأطول يوم في الدنيا. بوكساتك معاك، البلطو بتاعك معاك، سحاحتك معاك، ويلا ابدأ اجري عشان تلحق السكشن قبل 8:10، عشان لو دخلت بعد 8:10 انت كده اتكتبت غياب يا معلم، وكل الجري اللي انت جاي في الطريق ده ما اتحسبش. تدخل السكشن، تلبس البلطو، ممنوع الطرحة تخرج برا علشان الفليمز اللي شغالة. لو انتي بشعرك لمي شعرك علشان الفليم اللي شغال. تشتغلي التجربة، ما تفتحيش الموبايل، ولكن احنا بنصور في الخباثة.
بنشتغل اول سيكشن ساعتين، بنطلع الايس كوفي اللي ظاهر ده وبعد كده بنحوله للون الاحمر، نفضل نقلب ونصور الالوان الحلوه برضو في الخباثه من غير ما حد يعرف. بعد كده بنخرج بريك ربع ساعة بين السكشنين، نقعد ناكل في الأرض زي ما انتوا شايفين رانيا كده، وبناكل خيار وأي أكل احنا جايبينه من البيت. بعد كده ندخل السكشن التاني ونفضل قاعدين بنعمل أي هبل. وزينب دايما تيجي تبص عليا وانا بصور وتبقى تفضحني وهي الدكتور واقفة. بعد كده اول ما نسمع كلمة ورقة وقلم واتنين على كل بنج، هتلاقي السكشن كله واقف بيراجع الحاجات كلها بتخش على بعض، علشان ال3 سكاشن ورا بعض على طول في 10 دقايق بس بريك، فكل حاجة فعلا بتخش في بعض. وبالنسبة بقى للرصاصة اللي في جنبي اللي في البلطو ده، فده كده اكتر بلطو مهندم في الناس اللي حواليا كلهم، علشان احنا شغالين دايما بسلفيوريك اسيد اللي بيدلع على الهدوم وبيقطعها، وعلشان كده قلتلكوا خلي لبس للسكاشن عشان معظمها هيتقطع، ولو ما تقطعش هيجي عليها دايز من اللي انتوا بتحضروها، اصباغ معينة، وهتخلي البلطو كله. في صاحبتي عندها البلطو بتاعها بقى احمر علشان الداي اتدلع عليه. لما سألناها فاطمة الاتش دي جت منين؟ انت بتصوري؟ يس. ده فلوك ده ولا ايه؟ سريع طب، سريع. استني بس، هي انت عاملاها يا نورهان ولا لا؟ هي عاملاها يا نورهان؟ لا عملتها من الاتش دي. بصي الاتش دي جت منين بقى؟ الاتش دي جت منين؟ طلعت ان الاتش دي هي اللي راحت هنا، يعني في الريزونانس ده الاتش دي بتتشيل وبتبقى الاتش في اول واحده بس. بقول لك الاتش دي بتتشيل يا بنت فاهمة يا نورهان ولا لا؟ لا اللي كله زي بس في ثانيه. خلينا يا نورهان. تعالي انت عاملاها Two hours later. خلصنا يا جماعة 6 ساعات سكاشن وبعدها محاضرة. عايزة اصور يوم الاثنين خلص. فين؟ مش قادرة. هلو اوكي. رايحة الجامعة دلوقتي، النهاردة الأربعاء رابع يوم في الكلية. مش قادرة. امبارح كان التلات، المفروض كنت هصور بس كنت عمالة بعيط عشان ما كنتش قادرة، ما كنتش مستحملة الدنيا. والنهاردة بداية يوم جديد، نورهان تانية، أمل تاني، كل حاجة. حاسة ان انا من بداية الفيديو متكلمتش، حاسة ان انا اصلا مش عارفة اتكلم في الكاميرا. بس ايه رأيكم يا جماعة في الحاجات دي؟ لسه عاملاها امبارح في اوضتي، هو ده الحاجة الوحيدة اللي استفدتها من يوم التلات، وعملت هنا اللي هنا شكله احلى من اللي هنا. هوريكم اكتر من والله كلنا هذا الشخص. كت بقى فنان. الرحمن الرحيم. ورقة بلعتها تاني. انزل. تعالي كلك. هو بتاع الستاندرد سوليوشن. تعالي ماشي. اعملي حركة. بعد ما خلصنا اول سيكشن والحمد لله كان عندنا برضو 4 ساعات فاضيين. معرفش بصراحة ليه اللي يحط الجدول ما يراعيش حاجة زي كده، واننا بنستنى كتير قوي بين السكاشن وبعض، بس يلا مش مشكلة، اهي اخر سنة ونقعد نعمل ذكريات مع اصحابنا. بس النهاردة كان علينا امتحان، فكنا قاعدين كلنا بنذاكر سوا، بنضحك شوية، نهزر شوية، نلخص شوية، وفي الاخر حاولنا نلم على قد ما نقدر اللي احنا عارفينه.
هو الامتحان ما جاش من الحاجات اللي احنا مذاكرينها، بس مش مشكلة، احنا علينا السعي وربنا هو عليه النتيجة في كل حاجة في الحياة، مش في المذاكرة بس. ولكن بصراحة انا ما توقعتش المنهج كبير قوي كده. ايه ده، ايه ده بجد. ايه يا جماعة، في ايه ده؟ احنا